في المجتمع المصري. واخد بالك؟ انتوا قاعدين تقولوا، وانا بقدر جدا كلام الشيخ الجنايني في انه في ناس كتير ربنا هداها وربنا اكرمها، وده حاجه كويسه جدا. لكن هذه القنوات ماذا قدمت من اصلاح فكري واخلاقي في المجتمع المصري؟ انا اقول لحضرتك ونروح هقول لك بس اكمل ده سؤال مهم. ونكمل ونروح انا بس بقول لك تعليق ونروح على البحوث اللي عملها المركز القومي للبحوث الاجتماعيه والجنائيه، يتكلم على قضايا مثل زنا المحارم في مصر. والناس دي ما تعرفش، في ناس كتير جدا من ضحايا زنا المحارم يقول لك ما اعرفش كويس. الانحراف والمخدرات وانتشارها في البلطجه والجريمه، الرشوه والسرقه والى اخره، لدرجه انك تشعر ان هذه القنوات تخاطب جمهور اخر. اذا كنت انا بنفسي هذه القنوات انا عملت حلقه عن زنا المحارم، كان الاستاذ هاني البنا موجود. طيب دلوقتي عن زنا المحارم حلقتين بناء على اتصال تليفوني على الهواء من بنت من انا بقى بتكلم على مش اللي انت بتعمله. طب ممكن تقضي على كل نخلص. هقول لك حاجه ممكن نخلص هذه الحلقه. جرائم بقى لها مليون سنه يا دكتور هنيجي النهارده نخلص. يا دكتور ممكن نخلص، ممكن اسمعني بس، ممكن نخلص هذه الحلقه من ان انت عملت وانا عملت ونتكلم في الموضوع بشكل عام. حضرتك بتقول يعني انا بقول لحضرتك حاجه، في كم انحراف من 1000 سنه. الازهر موجود من 1000 سنه. ايوه احنا هنا ومع ذلك في جريمه. هل معنى ذلك عشان ان الازهر لم يقم بدوره؟ لا، ليه بنتكلم؟ عشان طبيعه الحياه ان هناك خير وشر. أيوة. بنتكلم لما عشان يكثر الخير عن الشر يبقى كتر خير الدنيا. بنتكلم عشان نحدد بس الخلل فين. عايز اقول لحضرتك حاجه. بس انا عايز اقول للشيخ ابو اسحاق الحويني، لان انت حضرتك يعني قلت ان هو قال رد على الشيخ الازهر ورد على الشيخ مصطفى حسني، والاثنين الشيخ الازهر استاذي والشيخ مصطفى حسني صديقي. رده لم يحمل اي اساءه لفظيه. الشيخ الحويني من يعاشره ومن يعرفه عن قرب هو انسان جاد صارم. عن معرفتك ولا عن اللي هو بيقوله؟ عن اللي انا عارفه. انا لا، ولا اللي هو بيقوله. انا بقول لك اللي هو قاله. خلاص ما تصدرش يا مفيش دكتور. لفظ. لا، طبيعه الشيخ ابو اسحاق انه حد ما تصدرش. أيوة. وانه جاد في الحوار او في الاسلوب. ما هو يمكن هذا لانه هو جاد، ولانه يعني بياخذ الامور بجديه زياده عن اللزوم. اعتقد انه وجهه نظر الدكتور محمد اللي بيحاول يوضحها لك انه هذا بيكون نوع من الغلاظه بالتعامل مع الناس. هذا المنهج هو منهج القرآن في اصلاح العيوب او في اصلاح المشاكل. بمعنى ايه؟ لما نيجي مشكله المسلمين انهم ركنوا الى العاطفه اكثر مما ركنوا الى النقل والى تفسير النقل. بمعنى دايما بيصعب، يعني لما نيجي نتكلم عن الحدود مثلا في الاسلام، يقول لك يا اخي هو ينفع الاسلام يقطع ايد السارق؟ ده ايه القسوه وايه الدم وايه العنف وايه الارهاب والتطرف اللي في الاسلام ده؟ هو ينفع الاسلام يا اخي يرجم الزاني؟ يا جماعه ده في سوره النور. أيوة. الايه رقم 2